خلونا نواصلوا. معليش طبعا الاشتراك تم مني، لكن بالي جاي طبعا معي الاحتياط. جاي معي الاحتياط. اشتراك ليبيان انتهى، لكن جبت معي الاحتياط، قلت عسى لعله يديرها فيا. لكن لعله خير، لعله خير ان شاء الله. خلوهم يا جماعه يتجمعوا شويه بس باش نطلقوا السؤال. خلوا يا جماعه يتجمعوا شويه وبعدين نبدأ في السؤال. اللهم صل وسلم على الحبيب. حصل خير، بارك الله فيكم الصبيان، حصل خير فعلا. شوفوا، اللهم صل وسلم على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 شبابنا، أي بنبدأ في السؤال. بنبدأ الآن في السؤال. شوفوا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قلنا في مصطلح شعبي. هذا المصطلح يتداول في المجتمع الليبي، لكن عنده مدلولة طبعا في المجتمع الليبي. أنا راح نعطيكم طبعا السؤال، قصدي الكلمة، وانت عبرها لي لويش تقال هذه الكلمة، لويش تقال هذه الكلمة. شبابنا بالله انتبهوا شوية. كلمة ربرب. ربرب مصطلح شعبي موجود في المجتمع الليبي. لما واحد يهدز عليك يقول له ربرب ربرب. أعطيني بمفهومك الخاص. عندنا مشكلة ما زال طبعا في النت، عندنا مشكلة ما زال يبدو في النت. يقول لك طبعا شنو؟ يقول لك ربرب. لويش تقال هذه الكلمة؟ هو واحد يقعد يحدث في قناع حتقول له ربرب في النت. نعم، هيا يا شباب، كما تربرب. فيما تقال كلمة ربرب ضمن التعابير الشعبية الليبية ودلالاتها النفسية والاجتماعية. هذا مصطلح معروف عند الشعب الليبي. نعم. يلا يا شباب، ليش تقال كلمة ربرب؟ ليش تقال هذه الكلمة؟ هذه كلمة معروفة. لما واحد يهدز قدامه حتقول يا ربرب. يلا يا شباب، يلا يا شباب. نعم، ربرب. ربرب ربرب. نعم. ربرب. تمام. شوفوا يا شباب، احنا نتمنى حتى اليوم، يعني نتمنى نحافظ على هالكلمات هذه، أو عندها مدلولها النفسي والاجتماعي. كما تربرب هذه فيها نوع من السخرية، فيها نوع من السخرية والتهكم والاستهزاء.
بالمتحدث عندما يعني عندما تجده يعني يقول في كلام لا يصدق، يقول ربرب، وهي من قبيل الكناية، لأن طبعا دائما لما تلقى مجمع نسمو فيه العكسة أو نسمو فيها تجمعات وما إلى ذلك، يبدأ الهدزة وهذا يصاخ وهذا يقول والآخر يعاند والآخر كذا، واحد تلقاه احنا نقول صاخ بالهدزة بالكلام، الآخر يدعي يقول ربرب زيد ربرب زي ما قال لكم أخويا معتز الآن، يعني مش عارف كيف جابها بالتعبير الحلو. طبعا عجبني طبعا أخويا معتز طبعا في جوابه في معتز الطاهر. ولهذا طبعا كلمة تقال هذه الكلمة للشخص اللي تلقاه ديما يزيد في الكلام وكلامه يكاد ألا يصدق. تمام. من هذا التعبير انت معايا؟ من هذا التعبير اللي له دلالة نفسية واجتماعية في هذا الموضوع هي كلمة ربرب. شوفوا يا شباب، دائما المتحدث اللي يتحدث الآن في المجامع كثير منا اليوم تجده من يستعمل في أثناء حديثه أدوات القسم. تجده يقسم بالله، يقول لك أقسم بالله والله العظيم، ومرات يحلف حتى بأشياء لا يجوز الحلف بها. احنا معروف طبعا من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى فقط، يعني ما في حلف من غير الله سبحانه وتعالى. تجده يحلف بالله، بل يحلف حتى باستغفر الله العظيم بأشياء طبعا لا يجوز القسم بها، زي يقول لك والكعبة وخصوصا في أمور أخرى احنا في غنى عنها. لكن خلينا طبعا في لب الموضوع أو في الزاوية اللي بنوصلها لكم. شوفوا، أي شخص تلقوه دائما يحلف ويكتب في الحلف يراه ما وثق من كلامه. كيف ما وثق من كلامه؟ معناته يقول في كلام وعارف اللي قدامه ما راح يصدقوه، باي كيف يدير أو ما هي الأساليب اللي يستعملها هو هذا الشخص المتحدث أمام جماعته باش يصدقوه؟ هو بيستعين بأدوات القسم. ليش يستعين بأدوات القسم؟ يستعين بأدوات القسم من أجل أنه يدعم الكلام متاعه. فتجي يقول لك والله العظيم وريته، أقسم بعزة جلالة الله سبحانه وتعالى أنا كنت معهم وريته. فهمت كيف؟ ما تكون كذاب والله أعلم، وحاشاه الكذب، ما تكون كذاب. هو ليش طبعا يستعمل في أدوات القسم؟ لأنه هو أصلا ما واثق من كلامه، ولهذا بما أنه ما واثق من كلامه فهو بيستعمل أدوات القسم. فالذي ترونه دائما يستعمل في أدوات القسم أروا عليه علامة استفهام. ليش عليه علامة استفهام؟ لأن الله سبحانه وتعالى شن قال في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف على وزن فعال، صيغة مبالغة، دائما تجده يحلف، فليحلف عليه علامة استفهام. ردوا بالكم من نحطه على جهة، ما بقول لك أنا كذاب، لكن تركنا على جهة لكتب في الحلف، لأنه ما وثق من كلامه، ما وثق من كلامه. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هو لما حلف مش عملت أنه ما وثق من كلامه. سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحلف، ما أقول لكم ما حلف، لكن بوسطك وكان بيقول لك هي الدرجة ما وصلها، ما راح يوصلها. لكن لو كان الأمر واضطرينا نوصل هذا الأمر أرى الوضع بيصير. مثلا أعطيك مثل في هذا الموضوع. تذكروا المرأة المخزومية التي سرقت حلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة من قبيلة قريش، من قبيلة مخزوم بالتحديد، سرقت حلي، وقيل أنها سرقت قطعة قماش لها مكانتها. وعندما أرادت قريش طبعا أن تتشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا من يشفع إلى النبي، أي بمعنى من يعدي يطلب السماح للنبي عليه الصلاة والسلام. شن دار في ذيك اللحظة؟
جابوا سيدنا أسامة بن زيد، لم يصل سن الرشد في ذلك الوقت، عمره 14 سنة 13 سنة، وهو طبعا ولد صغير، وكان عنده معزات مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. قريش لعبت بعواطف سيدنا أسامة بن زيد، فلما جاء طبعا سيدنا أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتشفع في المرأة المخزومية اسمها فاطمة بنت الأسود بأن يشفع عليها طبعا في هذا الحد، ويعتبر السرقة حد من حدود الله سبحانه وتعالى، وحد السرقة ينقطع. تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام لسيدنا أسامة بن زيد احمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام. أبشر قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وهنا طبعا انتهز الفرصة النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في قريش آنذاك. شن قال؟ بما معناه طبعا: إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا بخص الشاهد في الموضوع. الآن بندخل إلى الشاهد الموضوع في هذه القصة. قال: وأيم الله، سيد النبي عليه الصلاة والسلام. سيد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج الحلف، الصادق المصدوق. قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد. تصوروا يا شباب، قال بنت محمد، ما بيش يقول بنتي. عارفين ليش؟ لأن لو ترجعوا شوية إلى سورة سيدنا هود، ترجعوا طبعا إلى سورة هود في قصة سيدنا نوح عليه السلام، قصة الطوفان. ولد سيدنا نوح، عارفين عاد أبو عاد لما قال له اركب معنا، قال له هذا الجبل هو اللي يعصمني من المية. لكن لما الحكاية بدأت تبدأ، سيدنا نوح عليه السلام ما طابت على نفسه، ولده يغرق بيموت، ينادي في الله سبحانه وتعالى، يناجي في الله سبحانه وتعالى. شو يقول له؟ ابني 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 بيغرق. رد عليه الله سبحانه وتعالى قال له: إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. باهي ليش؟ إنه عمل غير صالح، عمل فاسد ما هو صالح، منتهي صلاحيته. فالعمل يعني لما يكون شخص يجي في شيء طبعا مخالف للشريعة الإسلامية ما يعتبر أهلك، ليس من أهلك. سيد النبي عليه الصلاة والسلام نفاها. لو أن السيدة فاطمة، حاشاها أن السيدة فاطمة تسرق، حاشاها، ومستحيل راح تسرق، لكن قال لو وصلت الدرجة إن فاطمة بنت محمد، ما عندها حتى بنت محمد بنت من سرقت لقطعت يدها. القصة أنا جبتكم من القصة هذه طبعا، استطردت في الموضوع، طبعا في الموضوع، بس يعني حبيت نوصل رسالة للأشخاص اليوم، جماعتنا تجمعات تلقى ديما يحلف، شاد الحلف زي السلام عليكم فمه، يحلف وخلاص، وكأن الله سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم، ما نقدرش نقولها ننطقها، وكأن الله 24 ساعة فمه ينطق فيه هيك بالكذب. والله العظيم أقسم، والله العظيم أقسم، ويحلف بالكذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. كملوا الآية في سورة المجادلة: أعد الله لهم، تعرفوها ما بيكملها. عموما طولت عليكم الشيء في النقطة هذه، لكن تحية لمن أجاب على هذا السؤال. أخويا معتز الطاهر، جوابك صح، تعبيرك حلو عجبني، وخشيت معي في السحب. تحية لأخويا أو أختنا ليلى عروس، جوابك صح ودخلت معنا الآن في السحب، فألف تحية ليك. تحية لأخونا أبو ياسين، مش عارف طبعا من أبو ياسين. خلينا نرجع شوية، طبعا نذكر طبعا كيف كاتبها على السريع، لكن للتذكير فقط كان الاسم بس.
أبو ياسين، أبو ياسين، أبو ياسين. نعم. شوية بس، والله أنا حتفت. مو أبو ياسين كأنك تسمع فينا، أعطيني اسمك بالضبط. طبعا أبو ياسين أعطيني اسمك، خلنا نكتبك كامل. أنا حطيت الورقة وكامل زي ما دخلتك في السحب. اللي بعده مباشرة بوجي بالإنجليزي بوجي، بعدين اس ار، هكذا بوجي اس ار. جوابك صح ودخلت معنا الآن في السحب في ألف. ألف مبروك. تحية أيضا إلى أختنا أنوار إسماعيل. أختنا أنوار إسماعيل، جوابك صح ودخلتي معنا الآن في السحب في ألف. ألف مبروك. الله غالب. هو ديما لك أبو ياسين مبارك، تحية ليك أبو ياسين المبارك. نعم، كتبتها بالصريح ومش ما قدرت نقراها. أبو ياسين مبارك، دخلت معي الآن في السحب. جميل. السؤال الرابع يا شباب، السؤال الرابع. السؤال الرابع يبقى بعدينها سؤال واحد تقريبا. نذكركم يا شباب حلقتنا اليوم برعاية صالة زهرة الوادي ملابس النسائية والأطفال. يلا يا شباب، موضوع جميل نتطرق له الآن. تعال شوية نعيش شوية طبعا في جانب الطب، عشاق الطب ومن يعشقون الموضوع هذا. يقول لك في مرض وعافاكم الله منا يا شباب، في مرض عافاكم الله منا، في مرض عافاكم الله منا. في مرض عافاكم الله منا يصيب العينين. انتبه، يصيب العينين، ويعتبر من أسباب الرئيسية لفقدان البصر. لفقدان البصر. أعطوني شو اسمه هذا المرض، شو اسمه هذا المرض بس. يلا يا شباب، ما اسم هذا المرض؟ مرض يصيب العينين ويعتبر الأسباب الرئيسية لفقدان البصر. شو اسمه هذا المرض؟ نعم، 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 نعم. اللي دخل في السحب يكتب له متابع. أخوي عبد الهادي، عدل جوابك شوية. نعم. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. أخوي عبد الهادي أنت دكتور. مرض يصيب العينين ويعتبر الأسباب الرئيسية لفقدان البصر. شباب، تمام. شوفوا يا شباب، بالله ركزوا معي في النقطة يا كالي. في مرض عافاكم الله سبحانه وتعالى منا يصيب العينين، ويعتبر هذا المرض من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر، وخاصة لما يكون طبعا في المجتمعات الأقل نموا لتفشيه بصورة كبيرة.
وخاصة المجتمعات التي تفتقر إلى أساليب النظافة وأيضا العناية الصحية. هذا المرض يسمى بالتراكوما أو الرمد الحبيبي، يسمى بالرمد الحبيبي أو يسمى بالتراكوما. وفي من يسمي فيه طبعا يقولوا الجلوكوما حاشمة القبيلتي، في من يسمي فيه، لكن المصطلح العلمي الصحيح هي التراكوما أو يسمى بالرمد الحبيبي. تعالوا يا شباب أخبركم، أعطيكم عليه نبذة مختصرة هذا المرض بس ما نبيش نطول عليكم ياسر. شوفوا المرض هذا يأخذ طبعا في انتشار عادة منذ الطفولة، وهذا الرمد أو ما يسمى بالتراكوما هو يعتبر نوع من أنواع الكائنات الدقيقة، تسمى عند اسم معين يسمى بالحراشف البرعمية، هكذا تصيب ملتحمة العين أولا، ثم تأخذ في الانتشار لتصيب بقية أجزائها. ما هي الأعراض يا شباب؟ تعالوا نخبركم الأعراض والصفات السريرية والمضاعفات طبعا لهذا المرض، وهو مرض الرمد الحبيبي. تبدأ الإصابة عادة بالإحمرار ورشح بالعينين، ثم بعد ذلك تتكون حبيبات صغيرة. هذه الحبيبات تكون عادة في ملتحمة العينين، عادة ما تكون في الجفون العليا، الجفن العلوي، على ما يكون في الجفن العلوي. ثم بعد ذلك سرعان ما تتحلل تلك الحبيبات تترك وراها أنسجة. هذه الأنسجة تعتبر ميتة لكن تشد الجفون إلى الداخل، ثم بعد ذلك تسبب مضاعفات كثيرة. هذه المضاعفات منها غمامة على القرنية، تكون غمامة على القرنية، نحالي باهي غمامة على القرنية تؤدي عادة إلى ضعف في البصر، وبعدها مباشرة تسبب ماذا؟ تسبب مشكلة أخرى وهي الالتهاب الثانوي البكتيري للعين فوق الإصابة، ثم بعد ذلك تزداد في حدة المضاعفات. أيضا حتى الرموش تلمس قرنية العين وتسبب بعد ذلك جروحا تؤدي إلى إصابتها، وهي ما تسمى بالمصطلح العامي بالشعرة، وقد تكون النهاية هي العمى والعفانة. الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. طبعا في هذا الموضوع طبعا عنده عدة برامج طبعا في الجانب العلاجي، الجانب الوقائي. أهم شيء طبعا دائما الوقاية، احنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، يعني دائما الواحد يحاول قدر الإمكان ما يستعمل صوت الآخرين، ذات ما تكون حتى داخل الأسرة الواحدة، يحاول قدر الإمكان يتبع دائما الأساليب الصحية من نظافة العامة، غسل اليدين مثلا والوجه بالماء والصابون يوميا، يبتعد دائما عن المصابين بقدر ما أمكن، وعدم استخدام أي أدوات ما تخص الآخرين ما تقربهاش. أيضا دائما تقاوم الذباب والحشرات التي دائما طبعا تنقل الأمراض. تعمل عادة يومي مسح شامل. نتمنى طبعا هذه طبعا جهات مختصة لهذا الموضوع. احنا اليوم يا شباب باختصار حتى هو باش ما نبيش نطول في هذا الموضوع، نتمنى اليوم حتى الآن طلبتنا وتلاميذنا الآن في المدارس ينبغي طبعا الآن المراكز الصحية والمستشفيات العامة الموجودة اليوم طبعا داخل المناطق يدير كشوفات، يعني تاخذ طبعا فترة بين فترة وفترة تدخل المدارس وتدير طبعا كشوفات، سواء كان طبعا في الأسنان، سواء كان طبعا في الأعين، في مشاكل في الحنجرة، طبعا مشاكل طبعا في العينين. هذه الأشياء طبعا باستمرار، والإخصائيات الاجتماعيات والجانب الرياضي وكذا يتابع طبعا من ناحية النظافة. تلقى مرات العيل ولا الولد الصغير ولا البنت الصغيرة أو الطفل أو التلميذ هذا طبعا في المدارس تلقى ثوابه كله عبس، راسه كله صبان تراب وسخ، تلقى ريحته، تلقى حكاية يقول لك اشتوى ما يغسلش،
تلقاه مسكين مرات شهرين 3 أشهر ما يدش في دورات مياه وما الى ذلك، حكايه تلقاه حكايه خايضه ولا بخور. طبعا في هذا الموضوع سامحونا في بعض المصطلحات، لكن نتمنى ان تكون في طبعا برنامج وقائي توعوي كشف طبعا للاطفال منذ يعني يديروا كشوفات، باش اللي تلقوا عنده مشاكل من البدايه تحاولوا بقدر الامكان يعني يتحول طبعا يتعالج، تبلغ ولي امره، يدير له راي، يدير له برنامج قبل ما يطيح الفاس في الراس زي ما يقولوا طبعا في هذا الموضوع. احنا نتمنى الحقيقه طبعا في هذا المجال. اخوي علي فرج الباشا تحيه ليك ونحييك وبارك الله فيك. وعليكم السلام. رد تعليقك لكن ما لحقت ترد عليك لان كنت طبعا في اثناء الكاميرا ينقطع الافكار وكذا ويا انا محضر شيء. تحيه لك اخوي علي وبارك الله فيك وديما طيب وديما منور. هذه طبعا نتمنى بصدق يعني نتمنى الجهات المختصه تاخذ هذه الامور طبعا بعين الاعتبار طبعا في هذا المجال، تلف على المدارس، على رياض الاطفال، تلف طبعا على المراكز الصحيه، تلف طبعا مش مراكز صحيه قص على المدارس وكذا، ونشوف طبعا تركوا شوفات يعني قبل ما يطيح الفاس في الراس زي ما يقولوا. شبابنا طبعا خلونا نشوفوا من خش معنا في السحب في هذا السؤال. اختنا ام صالح بالانجليش. ام صالح انا حالي بقى يا اخويا الشيخ محمد وصلني سلامك والشيخ محمد الشيخ صبا الجديد. اختنا وطن علي بالانجليش. وطن علي جوابك صح ودخلت معنا الان في السحب بارك الله فيك. تحيه ايضا تحيه لك اخويا خالد. تحيه ليك. تحيه ايضا اللي بيخش في السحب تحيه ايضا اخونا ادريس عبد العالي الصنهاجي. ادريس عبد العالي الصنهاجي جوابك صح ودخلت معنا الان في السحب. الف مبروك. وتحيه ايضا تحيه لك حتى انت اخوي علي حامد. تحيه ايضا اللي خش معنا في السحب الدكتور عبد الهادي الطاهر جوابك صح ودخلت معنا الان في السحب. فألف مبروك. تحيه ايضا اختنا وفاء الحسين جوابك صح ودخلت معنا الان في السحب. فألف مبروك. شباب وصلنا الى السؤال الخامس، ممكن نعتبره اخر سؤال شباب. وصلنا الى اخر سؤال. تعالوا يا شباب ونعيشوا جو السياحه شويه، نطلع شوي. الامام الشافعي لما قال تغرب عن الاوطان في طلب العلا وسافر فان في الاسفار 5 فوائد، اول ما ذكر منها قال تفرج هم. ديما تحس روحك متضايق طايرت لك متغشش، اطلع خذك جوله، ما بتطلع برا البلاد، اطلع برا الحوش، اطلع للمزرعه للحوازه، اطلع للمنتزه، اطلع خلق جو، غير جوك. تحس روحك متضايق من هذا المكان، اطلع من المربوع اقعد في الصاله، متضايق من الصاله اطلع من الصاله اقعد في الدار، اطلع من الدار اقعد طبعا بهالشكليه تغير جوك، لان تغيير الجو لها دور كبير، في نفس الوقت لها استكشاف طبعا للعقل والنفس، لها ارتياحيه وما الى ذلك. الان بنعيش شويه طبعا يا شباب في جو السياحه. هذا اخر سؤال نختم به الحلقه اللي اليوم هي طبعا برعايه صاله زهره الوادي. يلا يا شباب. تعجبني اخويا خالد طاهر تقريبا، تعجبني فعلا. تفرج هم وكسب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجد لتكمة الإمام الشافعي. لعلكم رأوا الإمام الشافعي عنده ديوان جميل، هو والإمام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا عندهم كتب فيها من الحكم ما الله به عليم. بدأ طبعا سيدنا علي بن أبي طالب عنده كتاب في الحكم ما الله به عليم، يعني زي لما يقول لك احبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك هونا ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى يكون حبيبك. هذا طبعا عند الامام علي بن ابي طالب. والشافعي حدث ولا حرج. ما نبيش نستطرد واجد، لكن خلوني طبعا في اخر سؤال. اعطوني يا شباب في اي مدينه من المدن الليبيه. لا كلمه الشباب يا كلمه الشباب تشمل الرجال والنساء. لما اقول يا شباب تشمل الرجال والنساء، يا الذين آمنوا تشمل الرجال والنساء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن شبابك فيما تشمل الرجال والنساء. ما نبي نخوض طبعا في جانب اللغة، لكن اختنا طبعا حست وكان كم وجه للشباب فقط، لا يشمل الكل.
آخر سؤال يقول: في أي مدينة من المدن الليبية تقع بحيرة كاف الشريف؟ كاف الشريف. في أي مدينة من المدن الليبية تقع بحيرة كاف الشريف؟ يلا يا شباب. نعم، الوقت داهمنا. نعم، عندنا الساعة احنا فتنا. في أي مدينة من المدن الليبية تقع بحيرة كاف الشريف؟ كاف الشريف. يا سلام يا سلام يا سلام. كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف. يلا يا شباب، بحيرة كاف الشريف ختامه مسك. بحيرة كاف الشريف في أي مدينة من المدن الليبية؟ عشاق السياحة، من يعشقون السياحة، من يتجولون في المدن والغابات والواحات والأرياف والمدن. أعطيني بحيرة كاف الشريف في أي مدينة من المدن الليبية تقع كاف الشريف؟ بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف. في أي مدينة من المدن الليبية تقع بحيرة كاف الشريف؟ كاف الشريف، كاف الشريف، كاف الشريف. في أي مدينة من المدن الليبية تقع بحيرة كاف الشريف؟ يلا يا شباب، يلا يا شباب، اثبت يا أخوي مجد على إجابة واحدة. ربصر مدتهم. اثبت على الإجابة، شتبت لك إجابتك. كاف الشريف، كاف الشريف. دخل في السحب اكتب متابع. كاف الشريف. يا سلام يا سلام. نبي اثنين بس. اللي دخل في السحب يكتب المتابع، اللي دخل في السحب يكتب المتابع. نعم نعم. بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف. في أي مدينة من المدن الليبية تقع بحيرة كاف الشريف؟ في أي مدينة من المدن الليبية تقع كاف الشريف؟ في أي مدينة من المدن الليبية تقع بحيرة كاف الشريف؟ بحيرة كاف الشريف. يا أخويا خالد، أخويا خالد، أخويا خالد، أخويا خالد الطاهر، ركز شوية، ركز شوية، ركز شوية. أنت ديما قريب منها مش بعيد. ديما الناس تقول المكان الفلاني، ماشي المكان الفلاني، وأنت قريب. كل ما تكون في ذاك المكان أنت قريب منها. بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف. ونوصل 10 ونكتفي. نبي 3 أنفار فقط، نبي 3 أنفار ونختم الحلقة. 3 أنفار ونختم البرنامج. نعم نعم. بحيرة كاف الشريف. نعم، بحيرة كاف الشريف، بحيرة كاف الشريف. نعم نعم. نقول اكتفينا، نقول اكتفينا، نقول اكتفينا. 13 سجل وخلت 13 نفر. 13 نفر. شوفوا يا شباب، بحيرة كاف الشريف هذه بحيرة جميلة، وهذه ضمن البحيرات الطبيعية التي تزدخر بها مدن وأرياف وقرى ليبيا. بحيرة كاف الشريف تعتبر من البحيرات التي تحتاج اليوم اهتمام بها، وإن كان قد تكون والله أعلم قد تكون
يعني على مشارف أو قد تكون جفت، لكن هي موجودة لحد الآن. هذه البحيرة تقع شرقي مدينة تمسة على بعد 20 كيلومتر. مدينة تمسة على بعد 20 كيلومتر من ناحية الشرق، في نهاية سيوف الرمال المشبعة الآن النخيل البعلي. تمام، مما يجعلها هذه البحيرة تتمتع بمنظر جميل، منظر خلاب، منظر ممتع. هذه البحيرة شديدة الملوحة، لكن في الواقع إنها تعتبر علاج لبعض الأمراض الجلدية. هذه البحيرة يشرف عليها سيف رملي. لما نقول سيف رملي معناتها تل رملي مشبع بالأشجار الأثل والغردق والديس والحلفاء. هذه البحيرة تجد فيها الكثير من الطيور التي تتغذى على تلك الأعشاب وتلك الحشرات الموجودة طبعا في هذه البحيرة. نتمنى اليوم حقيقة من الجهات المختصة والمعنية، وأخص بالذكر وزارة السياحة، وعلى رأسها أيضا مصلحة مراقبة الآثار، أن تهتم بالمعالم السياحية والأثرية المتواجدة الآن في ليبيا. لو نتكلم عن مدينة تمسة، هذه المدينة الحقيقة التي تمتاز بأشياء لم تكن تمتاز بقية المدن التي يعني منح الله سبحانه وتعالى بهذه البحيرة، بهذه المدينة. مدينة تمسة تعتبر من المدن العريقة، وهي من المدن ذات حقيقة أماكن سياحية خلابة. لو نتحدث عن هذه المدينة ما اكتفيت فيها، لكن يكفي أننا ذكرنا طبعا هذه البحيرة، واسمها بحيرة كاف الشريف التي تقع على بعد 20 كيلومتر شرقي مدينة تمسة. نتمنى اليوم طبعا من يزور طبعا تلك المعالم السياحية والأثرية لما لها طبعا من ارتياح نفسي وأيضا طبعا شيء يصف طبعا في هذا الموضوع. تحية لكل من أجاب على هذا السؤال، تحية لكل من أجاب على هذا السؤال. معنا جماعة تمسة معنا تحية لكم يا جماعة تمسة موجودين معنا، طبعا أخونا حسام الزيداني وأخونا توفيق. يعني كلام يطول. خلوه طبعا الكلام لأهلها. شباب لما نطلع من البث هذا، خشوا على جوجل اكتبوا طبعا بحيرة كاف الشريف وشوفوا طبعا هذه البحيرة، تلقوا حتى بالصور الآن اللي يسأل عنها طبعا في عموما شوفوا طبعا من اللي دخل معنا الآن في السحب من تمسة. أخويا توفيق عبد الله جوابك صح، ودخلت معنا الآن في السحب. بعد البث يا أخوي علي خش على الخاص. تحية أخويا مجدي آدة جوابك صح ودخلت معنا الآن في السحب، تحية ليك. أخويا حسام الزيداني يقول متى تآنسنا يا أستاذنا؟ ما راح نآنسكم يا أخويا حسام، لأن زعلت منكم واجد. طبعا أكثر من مرة نديركم في زيارة ميدانية وأنتم لا عبرتونا ولا دورتونا ولا زرتونا. والله ربيت حكم جري كل يوم هانا وجوه نذبح الأول ونستنى هانا وجوه بعنان، وقعدنا طبعا زادات 2 ولا 3. عسى ولعل فيكم من أمل مرات تجونا وتشرفونا، قعدات قد يكون من قسمكم. حيا لك أخويا حسام وبارك الله فيك ومنور وما قصرت، وبارك الله فيكم أهل تمسة. حقيقة لو نتكلم في حقكم وكان فيكم ما يتم، وأنتم حقيقة لقد نحتت في قلوبنا يعني وسقيت طبعا بماء من الذهب من كرمكم وجودكم واستقبالكم وبالأماكن السياحية والأثرية والزراعية والبيئة اللي عشناها هناك. طبعا الراحة النفسية كم نتحدث حقيقة في حقكم كان فيكم ما يتم يا أهل تمسة، ناسنا حبايبنا هنا وجودنا وكرمنا، وربي يحفظكم وربي ينوركم
وربي يسعدنا بكم إن شاء الله دائما. تحية أيضا إخوتنا داليا سامي. داليا سامي جواكم صح. دخلت معنا الآن في السحب. ألف مبروك. تحية أيضا إلى أختنا أم صبري بالإنجليش. أم صبري جوابك صح ودخلت معنا الآن في السحب. تحية أيضا إلى موسى جليدي من تنحمة تقريبا. جوابك صح ودخلت معنا الآن في السحب. ألف مبروك. تحية أيضا أختنا نعيمة التارقي. نعيمة التارقي جوابك صح ودخلت معنا الآن في السحب. ألف مبروك. حاضر أختنا وفاء بارك الله فيك. تحية أيضا إلى أخونا أحمد المغربي. أخونا أحمد المغربي جوابك صح ودخلت معنا الآن في السحب. نتابع فيك أخوي علي فرج. أخوي علي فرج الباشا نتابع فيك. وتحية إلى أريم الصالح. أريم الصالح جوابكم صح ودخلتم معنا الآن في السحب. ألف مبروك. تحية أيضا إلى أخونا سالم يونس. سالم يونس جوابكم صح ودخلتم معنا الآن في السحب. ألف مبروك. وتحية أيضا أخونا أكرم الجدي هكذا بالإنجليش. أكرم الجدي جوابك صح ودخلت معنا الآن في السحب. ألف مبروك. تحية لأختنا وعد الوافي. أختنا وعد الوافي جوابك صح ودخلتي معنا الآن في السحب. ألف مبروك. تحية أيضا إلى أختنا سهى وطن بالإنجليش تقريبا. سهى بالإنجليش وطن جوابكم صح ودخلتم معنا الآن في السحب. تحية لأخونا شمس الدين. شمس الدين جوابكم صح ودخلتم معنا الآن في السحب. حظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ ودخولهم معنا طبعا في السحب. نتمنى طبعا فوز أوفر نقدر نقول طبعا يعني في الحلقات القادمة إن شاء الله تخشوا معنا في السحب. السادة المشاهدون المتابعين إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة التي نقلتها لكم من هنا من داخل نطاق بلدية وادي عتبة. نتمنى حقيقة تكونوا استمتعتم معنا في هذه الحلقة واستفدتم نوعا ما أو ذكرنا بعضنا طبعا في هذه الحلقة. عموما أنا نحيي طبعا في هذا اللقاء الطيب المبارك كل من انضم إلينا في المتابعة وكل من كان معنا. وصلي وسلم على الحبيب. شوفوا الحلقة اليوم طبعا كانت برعاية صالة الوادي زهرة الوادي. صالة زهرة الوادي الملابس النسائية. نحيي أخوي أيمن وأخوي علاء حقيقة بارك الله فيهم على جهودهم المبذولة. تحية ليك أخوي أيمن وأخوي علاء طبعا قائمين بجهد طبعا يذكر فيشكر. هذا إلى ذلك الصالة هذه الآن موجود كل ما يتعلق طبعا في هذا المجال. احنا نحييهم من أخويا أيمن وأخونا طبعا علاء. وطبعا صالة زهرة الوادي يعني قدمت لكم 4 هدايا جوائز قيمة نيرة حقيقة إن شاء الله تكون طبعا مرضية للجميع. بعد الحلقة طبعا نختار اليوم 4 جوائز كيف ما قلت لكم ونشوفوا طبعا هي من حظ من طبعا في هذا المجال. نعم نشوفوا حظ من طبعا في هذا المجال. من هم سعداء الحظ معنا في هذه الليلة المباركة. نعم أول سعيد حظ معنا في هذه الليلة المباركة كان من حظ فراشة يوليو هكذا. فراشة يوليو جوابك كان صح. وعد الوافي أختنا وعد الوافي فزتي معنا في هذه الليلة
في مسابقة سهرية الخميس جائزتك مقدمة من صالة زهرة الوادي للملابس النسائية والأطفال. تحية ليك. تعال نشوفوا من هو سعيد الحظ معنا. من هو سعيد الحظ معنا طبعا في هذه الليلة. نعم، في الليلة آخر فائز معنا في هذه الليلة مباشرة. آخر فائز معنا في هذه الليلة مباشرة هي من نصيب من يا ترى؟ محمد الصالحين الصنهاجي. محمد الصالحين الصنهاجي. ألف مبروك عليك أخويا محمد، كان جوابك صحيح، دخلت معنا في السحب وفزت معنا في هذه شفاء لا يغادر سقما. كما نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يرجع طبعا كل مفقود وأن يطلق سراح كل مسجون، وإن شاء الله ربي يلاقينا بكم في الساعة الطيبة في ساعات اللقاء، ودمتم في رعاية الله سبحانه وتعالى دائما وحفظ